and we have to leave and the safety distance. اول واحد معلش تعطيني مجال. ما بحكي معك بديها بتفتح الشال. اليوم بدي اشتغل بالسياحه، شغلي الرئيسي ان انا اجيب بسكليتات زي هدول اللي شايفينهم ونروح نعطيهم للاجانب ونأجرهم ونطلع معهم رحله نطششهم ونطش معهم ننبسط. تعالوا خلينا نشوف كيف الشغل هذا ببلش. والله معلمنا نشتغل معك، اكيد تشتغل بالسياحه. نعم. كيف حالك حبيبي نشتغل معك. الله يسعدك. كيف نظام شغلكم؟ كيف نظام شغلنا؟ نظام شغلنا احنا بنبدا من هنا، بنستلم السياح تمام. بنضلنا نازلين فيهم، بقعدوا معنا اسبوع. بدي استلم السياح عنك انا وقاعدهم معنا. تكرم هاي من منطقه لمنطقه. وصلوا هيهم وصلوا. شو حظي انا بجنن. وصلوا هايهم وصلوا والله. انت المترجم عمو؟ دليل سياحه. دليل سياحه. تترجم انجليزي؟ لا عشان تعلمنا احكي معه. تحت امرك عليه. الله يسعد قلبك يا اخي. بلشوا يصوروا هم فيي، شكلي مشهور في بريطانيا يعني. نبلش نجمع لهم بالبسكليتات قبل ما ايش يوصل. ايوه فيك. بعدها بنحط العجل. بدك قاعد الديسك على بين الفحمات هذول. ايوه هيك قاعد. بعدها بتفتح الشال. البسكليتات هذول بيفرقوا عن البسكليتات اللي احنا بنعرفها. السياح بدي احكي معهم باي طريقه. هسه انا بفهم في الشغله هاي، انت بتعرف. هي سمول. اول واحد. طبعا هاي البسكليتات عشان تمشي مسافات طويله لازم يكون اللي بيشتغل لها صيانه يكون عنده خبره عاليه، يعني اذا واحد متخصص. انا حاولت اساعده على الكثير، بس بدنا نطلع معهم الرحله اهم شيء. شايفين كيف لازم يكون محترف. طبعا قاعدين باخذوا محاضره هم، لا انا فاهم منها شيء ولا انتم راح تفهموا منها شيء، خلينا نسمع واحنا ساكتين. And we have to leave and the safety distance between each other. سيفتي يعني لازم يكون في درجه امان عاليه. Taking photographs while the upcycling. المحاضرة قربت تخلص، هسه راح كل واحد يطلع على البسكليت تاعته إن كانت سمول ولا ميديوم ولا لارج وينطلق. راح ننطلق معهم شوي ونشوف وين بدهم يروحوا. طبعا هسه الشباب قاعدين بربطوا في البسكليتات قطع الغيار وبدنا نلحقهم كلهم. طبعا معهم مرافقة. بنوجه تحية لرجال الأمن العام كمان. هاي بده يضلوا يمشي معاهم هيك تقريبا 38 كيلو. طار الشرطي لأنه هذا بطيء، هذا سائح بطيء، راح يلحق السائحين المش بطيئين واحنا كمان نلحقهم. 9 ماشي نص ال 200، اقل من نص ال 200 بشوي. طاير. هيوت وصلناهم. شايف مش راضي يخلي الشرطه. شايف الشرطه كيف بتحاول تأمن لهم الطريق انه ما حدا يتجاوز عنه. احنا لهون يعطينا العافيه. هاي هي شغله اللي بيشتغل البسكليتات للسياح. بنشوفكم على خير بشغل غير ان شاء الله.